محمود الدرة رسميا بيتأهل للمستر أولمبيا في فئة الكلاسيك. هو الفشل الاول، او حتى عشان تعرف ازاي تنجح لازم تعرف معنى الفشل بالظبط ايه ده. في حاجة انا عايز اعملها فهعملها. يمكن نشوفه واقف جنب ريموندينو وويزلي ومايك كريس بامستد، هو كمان يرجع من الاعتزال ونشوفهم هما الأربعة واقفين جنب بعض. في اعتقادي الدرة مش هيعرف يسد مع الأشكال دي خالص. ازيكم يا شباب عاملين يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام حسنين. الدرة يا جدعان خلاص اتأهل لمستر أولمبيا. الدرة اتأهل خلاص لمستر أولمبيا بعد ما كان كسب بمركز خامس. البطولة اللي قبلها كان اسمها تقريبا تورونتو برو، والبطوله دي اسمها الاباما برو حاجه كده. يعني في حاجه عايز قبل ما ابدا الفيديو ونشوف مستويات الدره وعمل ايه وجسمه كان عامل ازاي، عايز بس اتكلم في حاجه. بحس ان الدره معاه عصايه سحريه كده، بيقول لك انا عايز اعمل كذا فسبحان الله ربنا بيسخر له كل الامور وبيحقق له اللي هو عايزه. يعني لما راح كندا وقال لك انا عايز اروح كندا عشان اكسب بطوله الجامعات، ولا انا هكسبها، والاعلام الكندي قال لك مين الواد ده مغرور ومعرفش ايه ويكسب ايه، ده مش شايفين عامل ازاي، ودخل وكسبها. بعدها جاله الشقه بتاعته ولعت واتحرق وفضل في المستشفى وكان جسمه كله محروق. وبعد كده رجع وقال لك انا هكسب بطوله الجامعات تاني، وقال لك ازاي ده لسه محروق. وبرده الاعلام الكندي عمل ضجه، والاعلام كله عمل في المجال الرياضي عمل ضجه وقال لك ده محروق ولسه راجع من مشاكل وبتاع. وكمان كان اتطلق بعد ما اتحرق والشقه بتاعته ولعت باسبوعين، انفصل هو ومراته. فكل الضغوطات دي نفسيا وماديا قال لك هيكسب ازاي، وبرده دخل وكسبها. ادي كده مرتين قال لك وعمل. بعد كده دخل قال لك انا ايه خلاص انا اتاهل لمستر اولمبيا، وفعلا اتاهل لمستر اولمبيا في ال2-1-2. بعد كده قال لك ايه خلاص انا عايز اغير لكلاسيك، انا هخش كلاسيك. دخل البطوله اللي قبل دي اللي انا هتكلم عليها في الفيديو النهارده، قال لك انا نفسي اخش توب 5. يعني لو انا دخلت توب 5 يبقى انا كده جامد قوي. وفعلا لو هو كان دخل حتى في التوب 6 كان كده هو عمل انجاز. قال لك انا عايز اخش اعمل توب 5، وانا قلت لكم قبل ما يدخل هيعمل توب 5 وهيجيب مركز خامس يا رابع. وفضلت انتوا قلتوا لي لا انا ما اعرفش ايه ده عجز، ودخل فعلا خد توب 5. شو ربنا مسخر له كل الحاجات. وبرده البطوله اللي بعدها قال لك يا لو دخلت توب 3 وخدت مركز ثاني، او ممكن يا سلام بقى لو ربنا كرمني وكسبت وخدت مركز اول. قلت لكم برده هيكسب وياخد مركز اول وهيتاهل لاولمبيا، وبرده قلت لي لا وبرده كسب. فهو سبحان الله بيقول الحاجه وربنا بيسخر له كل حاجه. تحس ان هو الدره على راي محمد اخويا بيقول لي انا بحسه بيلعب بلي مش كمال اجسام. تحس ان هو فعلا بالنسبه له الموضوع ايزي، يعني ما بيعملش. هو بيقول لك انا هعمل كذا وكذا. حتى في البطوله اللي قبل دي ما كانش هيجيب الميزان بتاعه، الميزان بتاعه كان فيه مشكله، وكان المفروض يخس تقريبا 2 رطل في اقل من كام ساعه. فالموضوع صعب. وخد بالك هو كان ناشف قوي، كان جايب اخره في التنشيف، فان هو ينزل 2 رطل عشان يلحق الميزان دي كان برده شبه مستحيله. والحمد لله برضو ربنا كرمه وعملها. ربع حظ الدره واحتل الكوكب. مش بقى على المستويات الدره للاسف مفيش صور كتيره ولا فيديوهات هو نزلها، بس انا جايب لكم كده كام صوره كده وكام فيديو، وتعالوا نشوف المستوى بتاعه.
بصراحه انا اول لما شفت الصوره الاربعه واقفين جنب بعض قلت الدره يكسب، على الرغم ان هو يعتبر اقصر واحد فيهم. ممكن ما يكونش اقوى رجل فيهم شويه، بس كان مستواه جامد. انا اول لما شفته واقف ما بين الثلاثه دول قلت دره خلاص ان شاء الله يتاهل، وفعلا الحمد لله عملها. على الرغم انه تقريبا الدره 39 سنه، يعني هو اكبر واحد فيهم على المسرح، وكمان هو يعتبر اكبر واحد في فئه الكلاسيك لو ده لاعب في اولمبيا، يعني بعد مثلا راف ديزل او اللي هو. وسبحان الله الموضوع بدا ابنه هو ما كانش هينافس الدور اصلا، ما كانش هينافس، ده قال لك انا خلاص كده انا هتقاعد وعايز اتبسط واقعد مع عيالي. ابنه زين قال له ما تخش كده بطوله، نفسي اشجعك واشوفك بطوله. فالموضوع ما كانش هيخش برده، وقال لك يلا انا هعمل دايت، لو لقيت ان جسمي بيتطول وبينشف هدخل الكلاسيك. وهو ربنا صير له الموضوع والطريق بشكل مش مفهوم، يعني سبحان الله والله. خد البطوله خد خامس، قال لك طب خلاص هطمع وممكن اخش البطوله اللي بعدها، وخلاص وخد اول وتاهل. ف وهل هيكمل في كلاسيك؟ انا شايف بقى ان خلاص ان هو هيدوس في الكلاسيك. هل هيسد مع الابطال بتوع مستر اولمبيا، راف ديزل بقى وويزلي وريموندينو ومايك والناس دي، وميشيل دعبول؟ انت عايز كمان ان هو يلعب مع دعبول؟ يعني هتبقى ملعكه. هل هو هيسد مع الناس دي؟ انا بصراحه بقول لك استحاله، مش هياخد حتى توب 10. انا طبعا مش بقول كده ان انا بقلل منه او حاجه. انا اول لما قال ان هو هيدخل وهياخد توب 5 انا قلت لكم هياخد توب 5، وانا فعلا حابب ان هو يخش كلاسيك ويلعب فيها. ولكن الموضوع منطقي، يعني مثلا ما تجيش تقف جنب ريموندينو اللي هو كان اقوى منافس لكريس مامستيد وتقول لي هتقف تسد معاه او لا. الناس دي بعيده قوي، لسه الناس دي الفريم بتاعها واخد الشكل الكلاسيكي، طول بالعرض والاكس فريم. وخد بالك الدره قصير، يعني برضو شكله في الكلاسيك مش بيبقى الطف حاجه. الكلاسيك بيحب الشكل الجمالي، الناس الطويله، الفي تيبر والاكس. فدره مش هيبقى الطف حاجه في الحته دي، بس هو هيدخل من باب المتعه وفور فن. هو اصلا البطولتين اللي هو دخلهم في الكلاسيك اللي فاتوا دخلهم من باب المتعه عشان ابنه بس كده يتفرج عليه وهكذا. لكن الدره مستحيلها بقى زي ايام لما كان في ال2 1 2 وان هو عايز يأهل اولمبيا وما قداموش حل، يا يموت يا يكسب، فاهمني؟ هو الدره مرتاح وداخل البطولات دي وهو مش متوتر. واهم حاجه التوتر، ممكن تخسر انت بطوله، وبالذات الاسبوع الاخير اللي هو البيك ويك ممكن جسمك يعبي ميه والدنيا تبوظ خالص وتعب الشهور ده يضيع بسبب ان انت متوتر. التوتر بيرفع هرمون الكورتيزول وجسمك بيحبس ميه. اما الدره مش متوتر، هو داخل الموضوع من باب المتعه والفن، فاهم؟ فعشان كده هو مرتاح ومبسوط. غير كمان ان جرعات الهرمون اللي هو بياخدها يعتبر قليله، فهو برضو جسمه مرتاح، وهرمونات قليله، الدايت بتاعه كويس، مفيش اي ضغوطات، مش متجوز، في فئه ال2 1 2 وكسب وتاهل لاولمبيا. وقال لك خلاص انا زهقت وعايز اخش كلاسيك، دخل كلاسيك اتاهل لمستر اولمبيا. انا شايف ان هو كمان شويه ممكن يزهق من الكلاسيك ويخش بمنز فيزيك يلعب جنب مثلا جيرمي بوانديا وايرين بانكس والناس دي. هتلاقي الدره بالشورت وهو واقف عامل كده، جد الوضع بتاع الفيزيك. والله اتوقعها منه، انا خلاص الدره مجنون دلوقتي يعمل اي حاجه.
طبعا نتمنى له كل التوفيق. على الرغم ان الناس بتقول ان هو مش قريب قوي من ربنا ودينيا مش احسن حاجه، ازاي ربنا بيخليه يكسب؟ بص يا حبيبي، ممكن تتفق معايا او تختلف معايا في الحته دي. السعي والتعب ما فيهوش حاجه اسمها يعني واحد زائد واحد بيساوي 2 مش بيساوي 3. هتتعب هتلاقي. طبعا بقى يعني ممكن مثلا اقول لك حاجه، ممكن نجيب واحد ملحد وواحد متدين جدا. الملحد ده بيعمل دايت كويس وبيتمرن كويس ومركز قوي في التمرين وفي الاكل، والمتدين ده مبوظ الدنيا وبيعك في الاكل. مين هيعمل نتيجه او شكل جسم احلى، الملحد ولا المتدين؟ لا طبعا الملحد. ليه؟ ان هو مركز وبيمشي على الدايت كويس وبيتمرن كويس وبينام كويس، فبالتالي النتائج وشكل جسمه هيتغير او هيبقى شكله احلى. فهي حاجه كونيه، هتتعب هتلاقي، مش هتتعب مش هتلاقي. مع احترامي بقى، هو متدين بقى مش متدين، انت ما تعرفش، بس انت ما دخلتش جواه. يمكن هو يبقى عند ربنا احسن منك، انت ما تعرفش. وربنا موفقه، ودي حاجه كويسه. وهو اخر فيديو كان بيصلي فيه، كان منزل ان هو كان بيصلي في الفلوج بتاعه اللي هو بتاعت البطوله دي، وقال لك انا مش لازم انزل لكم وانا بصلي. وفعلا انا ممكن انا عملت لكم فلوجات كتير مش لازم اصور لكم وانا بصلي وان انا متدين. دي حاجه وبين ربنا ما ينفعش ينزلها. يعني ممكن ينزلها من باب التشجيع للشباب، بس برضو بحسها نوع من انواع احداث النعمه، اللي هو انا هو بصلي، فاهم؟ انا عمال افكر دلوقتي. اول شيء لازم انطي شكر لله سبحانه وتعالى، وإذا احكي باللهجه العراقيه لانه هوايه من العراقيين بالفتره اللي فاتت لما صارت الهجوم المصري علي عراقيين وقفوا بظهري. ف حبايبي العراقيين هاي الكم، حتى الشوارب هاي الكم. طبعا المصريين، انا مش من طابع الشخص اللي بيمسك في الحاجات السلبيه. كان في سلبيات كتير، كان في دعاء ضد كتير. بصوا الرساله دي جات لي امبارح قبل بري جادجنج، واحد بيدعي لي ان انا اتشل. ولكن لما ربنا معاك، لو محمد علي فاكرينه كان داخل ضد جورج فورمان، قال لو الدعاء وصل لله. تاريخ اللي حصل النهارده، تاريخ اول عربي وحيد في العالم اللي كسب بطولة محترفة في الكلاسيك فيزيك وفي البودي بيلدينج، ومفيش غير 2 في العالم كله عملوها. يعني انا ثالث واحد في العالم يكسب بطولة محترفة في الكلاسيك وفي الوزن المفتوح. النهاردة عملنا تاريخ، سواء انت متفق معايا او مش متفق معايا، ده حصل النهاردة. هشوفكم في الاولمبيا ان شاء الله. اللي شمتت فيا هتفضلوا اخواتي، لان انا بحب الخير لولاد بلدي المصريين. تحياتي يا جماعه، ودي مش نهايه المشوار، دي اولها. دي القمه، دي قمه السعاده. ده واحد، اسمع مني، ده واحد مليونير ليه فيراري في الجراج. عندي فلوس ممكن اجيب اي عربيه. البيت ب 2 مليون. دي قمة السعادة، اللحظة إن أنا تعديت من عقبات في حاجة أنا بعشقها. السعادة مش في الفراري. اسمع مني أنا بقول لك، عادة الناس اللي بتقول لك كده ما عاشتهاش، أنا عشتها. مش في الفراري، مش في الفلوس، مش في الفيلا. الحاجات دي كلها أنا بوعدك بتقدم بسرعة، بتقدم في شهور بتقدم. لكن المكسب وان انت عايش بتعمل حاجة انت بتحبها، دي السعادة. لأول مرة انا حاسس اللي انا حسيت بيه في 2018. وفي 2018 كان معايا فلوس، بس مش زي ما الفلوس اللي انا عملتها بعد كده خالص. ولكن عمري ما حسيت بالسعادة اللي انا حسيتها في 2018 غير النهارده. دي السعادة، دي قمة السعادة، ده البيك، الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي. ما عنديش أي شعور ليه غير إن أنا أقول الحمد لله 1000 مرة وأحمد ربنا. فرصة ليا إن أنا أشمت. ولكن المسلم الحقيقي في وقت ما يكسب ضد الناس اللي أذته يسامحهم ويقول ربنا يهديكم ويهدينا جميعا. ودي آخر رسالة ليا في المشوار ده. وعندنا مشوار طويل قدامنا لسه هيبدأ من أول وجديد.
في الاول وفي الاخر انتوا ولاد بلدي وهتفضلوا ولاد بلدي. فانتوا قولوا لي تحت في الكومنتات، هل هو هيعرف ينافس في مستر اولمبيا لوحده من غير اول حاجه كابتن، وهل هيعرف ينافس مع الناس دي؟ هياخد توب كام؟ هياخد توب 10 مثلا، توب 5؟ هيعرف يخش كده ويزنق نفسه كده ويخبط فيهم؟ انا بصراحه من وجهه نظري الموضوع صعب. درة ممكن يركز على نفسه مثلا لمده سنه كمان او سنه وشويه، يحاول يصغر وسطه على قد ما يقدر، ودي حاجه هو نجح فيها وممكن نشوفه. الله اعلم، والله العظيم كل شيء وارد. الدرة خلاص دلوقتي بقى غريب، يعني ممكن يعمل اي حاجه في اي حاجه دلوقتي، وربنا كمان مساعده، اتوقعها. بس مش لدرجه ان هو يكسب يعني مستر اولمبيا. الكلاسيك دلوقتي بقى فيها اشكال جامده قوي، الكلاسيك دلوقتي بقت فيها صعبه. بس كده الفيديو خلص. كان معاكم اسلام حسنين. اكتبوا لي تحت في الكومنتات، هل درة هيكسب ولا مش هيكسب؟ وهل هيشارك اصلا في مستر اولمبيا ولا لا؟ كل الله اعلم. انا بيتهيألي هيشارك من باب الفور فن، المتعه، وهيعمل ان شاء الله نتيجه كويسه. اشوفكم الفيديو الجاي.